بعد النجاح اللي اونر حققته في السلسله الشهيره سلسله ال 400 اللي نزلت منها موبايلين الاونر 400 والاونر 400 برو، وعملت مبيعات حلوه في فئه ال 20,000 جنيه للاونر 400 وفي فئه ال 30,000 جنيه للاونر 400 برو، ودلوقتي معادنا مع الوحش الصغير الاونر 400 لايت. فهل هيمشي على نفس النجاح اللي حققه الاونر 400 تحديدا ولا هيكون في كلام تاني؟ في الفيديو ده يا صديقي هقول لك اذا كان الموبايل ده يناسبك ولا لا، وخصوصا ان الموبايل ده يا صديقي فيه بعض المميزات الحلوه وبعض التنازلات السخيفه او العيوب الرخمه. واكيد طبعا الموبايل ده هيناسب بعض الناس وفي ناس مش هيناسبها الموبايل ده، وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. وكمان يا صديقي هقول لك في اخر الفيديو سعر الموبايل. يلا ما طولش عليك ويلا بينا نبدأ. بداية كده نبتدي بأول حاجة حلوة في الموبايل ده واللي هي هتقابلك على طول، ألا وهي التصميم. طبعا شكل الموبايل انت شايف الشكل ده مستوحى من موبايل ايه طبعا، مش محتاج اقول لك، لكن برضه هو في نفس لغة التصميم بتاعت السلسلة اللي هي الاونر 400 والاونر 400 برو. شكل جميل جدا، شكل شيك، لكن طبعا هنا الخامات من البلاستيك، ظهر من البلاستيك والفريم من البلاستيك، لكن الموبايل ده مقاوم كمان للصدمات، ودي ميزة حلوة جدا. وزن الموبايل خفيف جدا 170 جرام مع سمك 7.3 مللي، هتخلي مسكة الموبايل ده فعلا لذيذة وحلوة ومريحة كمان في الإيد. وده طبعا بالنسبة للشكل الخارجي. من ناحية التصميم كده والمنافذ اللي موجودة في الموبايل، فالموبايل طبعا ما بيدعمش منفذ 3.5 مللي الخاص بالسماعات، لكن طبعا بيدعم ال NFC اللي هي طبعا كلنا عارفينها وسائل الدفع الإلكتروني. وطبعا أنا قلت لك إن الموبايل مقاوم للصدمات، لكن مقاومته للمياه والغبار ضعيفة، IP65 مش IP68. الموبايل ده طبعا بيقدر يستحمل طرطشة المياه الخفيفة، لكن طبعا ما ينفعش تنزله في المياه بايدك لان الموبايل ما يقدرش ينزل تحت المياه. من الحاجات التسويقية اللي استخدمتها اونر في الموبايل ده، غير طبعا شكل الكاميرات اللي شبه الايفون، لا كمان موجود زرار الكاميرات زي اللي موجود في فئة ال16 من الايفون. الزرار بقى موجود معانا هنا في الاونر 400 لايت. الزرار هنا بيفتح لك الكاميرا، لو دوست عليه دوسة تاني يقدر ياخد صورة، ولو عملت عليه سواب بصباعك كده يعمل زوم ان وزوم اوت، بيعمل اكتر من اجراء كده زي اللي موجود في فئة ال16 من الايفون. فاكيد حته الشياكه كده ممكن تعجب بعض الناس، لكن طبعا يا صديقي الشكل مش كل حاجه. وبالنسبه لي يا صديقي اهم حاجه في الموبايل وهي الاداء. الموبايل ده البروسيسور او المعالج اللي موجود فيه من ميدياتك دايمنستي 7025 الترا بدقه تصنيع 6 نانومتر، وهو تقريبا نفس المعالج اللي كان موجود في الموبايل القديم من اونر اللي هو الاكس 9 سي سمارت، مش ال 9 سي العادي. طيب السؤال المهم، المعالج ده كويس ولا لا؟ بص يا صديقي، في الاستخدام اليومي مع واجهة اونر المعالج ده مش هيواجهك معاه اي مشاكل في التصفح والاستخدام السوشيال ميديا، مش هيواجهك معاه اي مشاكل. وده طبعا لان واجهة اونر اصلا حلو اللي هي الماجيك او اس 9 المبنيه على اندرويد 15، لكن في الالعاب التقيله المعالج ده مش هيسد معاك نهائيا بسبب المعالج الرسومي اللي موجود في الموبايل ده. بص يا صديقي، لو انت عايز موبايل للجيمز فالموبايل ده مش مناسب ليك وما تكملش الفيديو، لكن لو انت عايز موبايل للتصفح لاستخدام مكالمات وحاجات تانية لسه هنعرفها قدام، كمل معايا الفيديو ده وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لانه ده بيفرق كتير. خلاصة الكلام في نقطة المعالج ده بيقدم اداء كويس مع الاستخدام اليومي في مواقع السوشيال ميديا او التحرك بين التطبيقات الثلاثة، لكن في الالعاب التقيلة مش هيديك اعلى فريمات على عكس موبايلات تانية في نفس الفئة السعرية دي. نيجي بقى للنقطة اللي ممكن يتفوق فيها الموبايل ده على كل الموبايلات اللي في نفس الفئة، وهي نقطة الشاشة. وتقريبا الشاشة دي اللي هتقضي معاها معظم وقتك مع الموبايل. الشاشة هنا خرافية، نوعها أموليد 6.7 انش بمعدل تحديث عالي 120 هرتز، وده طبعا اللي بيساعدك في سلاسة الموبايل، وكمان مع سطوع عالي بيوصل ل 3500 نتس. فالموبايل ده تحت أشعة الشمس مش هتواجهك معاه اي مشاكل. الشاشه شكلها حلو، لكن اكتر حاجه مضايقاني هو منفذ الكاميرات المزدوج ده، وهي اصلا كاميرا واحده، لكن انا حاسس ان هم برضه بيقلدوا الايفون مش اكتر. فالشاشه تقريبا هنا كل حاجه فيها حلوه، سطوع عالي، ريفريش عالي، كل حاجه فيها مظبوطه، وفعلا من احلى الشاشات في الفئه السعريه دي. نيجي بقى لحاجه مش حلوه قوي زي ما احنا ماشيين كده، حاجه حلوه وحاجه وحشه، لكن دي بين البنين، الا وهي نقطه الكاميرات. وزي ما انا قلت لك الكاميرات هنا هتبقى حلوه ومش حلوه، وهقول لك ليه دلوقتي. هتلاقي في ديزاين الكاميرات الخلفيه 3 فتحات، فتحتين كاميرا وفتحه فلاش. كاميرا رئيسيه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8 مع كاميرا الترا وايد 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2. فهنا معاك كاميرا رئيسيه وكاميرا الترا وايد، وموجود طبعا منفذ فلاش. اما الكاميرا السيلفي هنا 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.5. من الاخر نقطه الكاميرا السيلفي هنا في الموبايل ده هي مش ألطف حاجة، وخاصة في تصوير الفيديوهات، لكن ممكن في الصور العادية تعدي لأنه فتحة العدسة ضيقة جدا بالنسبة للمنافسين في نفس الفئة السعرية دي. نرجع بقى للكاميرات الخلفية.
الكاميرا الرئيسية تصويرها حلو جدا لأنها مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقريبا، فأنت الصورة بتاخدها وهي بتعدل عليها من الذكاء الاصطناعي، بيعدلك النويز والتشويش اللي في الصورة وبيخلي لك الصورة في المجمل شكلها حلو. لكن في الفيديو الموضوع ده تقريبا مش شغال، فالفيديو هنا بالنسبة لي ضعيف جدا في الموبايل ده، خاصة إن الكاميرا الرئيسية ما فيهاش OIS تثبيت بصري حقيقي، فيها اوتو فوكس لكن ما فيهاش تثبيت بصري حقيقي، يعني ايدك اول ما تهز الفيديو كله هيبوظ. ففي المجمل تصوير هنا في الموبايل ده كصور ممكن يعدي، والكاميرا الرئيسية هنا تعمل لك صور حلوه عشان مدعومه بالذكاء الاصطناعي، لكن الفيديو في الموبايل ده عامه مش حلو خالص. وكمان هنا كل الكاميرات مش بتصور معاك 4K، اخرها فول HD. نروح بقى لنقطه حلوه شويه وهي نقطه البطاريه. الموبايل هنا جايب بطاريه 5230 ملي امبير، مش عارف ايه الرقم ده بصراحه، خليها 5200 5250 ايه 5230 مش مهم، بطاريه حلوه. لكن الشحن اللي جاي مع الموبايل بصراحة مش سريع قوي، خاصة في منافسين بشواحن أعلى. الشحن اللي جاي معاه 35 واط، هو سرعته مش وحشة في الشحن، لكن في طبعا شركات بتوصل لحد 45 واط وأعلى كمان في الشحن، وفي شركات أصلا زي سامسونج مش بتحط لك الشاحن وكمان آخرها 25 واط. فعلشان كده بقول لك ناحية البطارية والشحن هي حاجة حلوة وحاجة مش حلوة، لكن بصراحة كنت أتمنى إن اونر تدينا شاحن أقوى من كده، خاصة إن هي شاطرة في الموضوع ده. ونيجي للنقطة اللي بالنسبة لي مش حلوة خالص في الموبايل ده ومش قادر أعديها، هي نقطة السماعات. الموبايل هنا مونو مش ستيريو سبيكر، وبصراحة بالنسبة لي دي نقطة غريبة جدا، لأن كل المنافسين تقريبا بيقدموا لك سماعات ستيريو سبيكر حقيقية، لكن للأسف هنا مش موجود. هي سماعة مونو لكن صوتها قوي الصراحة وحلو. العلبة طبعا بتاعت الموبايل بتيجي متكاملة، بس فيها حاجة غريبة، هي مش جاي فيها جراب، مع ان هم قايلين انه كان جاي فيها جراب، لكن هي مش جاي فيها جراب. موجود فيها الشاحن والدبوس وكل حاجه، بس مش جاي فيها جراب للموبايل. وده تقريبا كان كل شيء يخص ال 400 لايت من اونر. نيجي بقى لنقطه السعر. في مصر النسخه 8 جيجا مع 256 مساحه تخزين جايه تقريبا بسعر 13000 جنيه. هقول لك الخلاصه يا صديقي، بالنسبه لي الموبايل ده صديقي مش اقوى حاجه في كل حاجه، يعني بيقدم لك شاشه حلوه، تصميم شيك وحلو، بيقدم لك فيتشر لذيذه زي موضوع الزرار بتاع الكاميرات اللي زي موجود في الايفون، بطاريه حلوه، شحن لحد ما مقبول، وتجربه السوفت وير بتاعت اونر حلوه جدا وسلسه، شبكات قويه ومستقره في الواي فاي وفي المكالمات، وطبعا دعم لخدمات ال 5G ودعم لل NFC زي ما قلنا قبل كده. فكل دي حاجات حلوه في الموبايل. لكن بصراحه يا صديقي في نفس السعر ده انا هروح اجيب الموتورولا جي 75 او السامسونج اي 26. انا مستعد اضحي بحاجات كتير مقابل الاداء والكاميرات في السعر ده، وانا بالنسبه لي الاداء في السعر ده مهم جدا، لان انا لما اجيب اداء اعلى هقدر استحمل والموبايل يقدر يقدم معايا سنين لقدام اكتر. لكن موبايل دلوقتي تعبان كمان سنتين هيبقى عامل ازاي؟ وقول لي يا صديقي في الكومنتات لو انت عايز مقارنه في الفئه اللي هي بتاعه 13 ل 15000 جنيه، اكتب لي في الكومنتات تحت. ولو انت اشتريت الموبايل قول لي رايك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.